استكمالا لتغطيتنا الاعلاميه لاكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه السادس من اكتوبر، سيدنا نلتقي بواحده من اولياء الامور وواحد من نجوم الصعده معانا في الاكاديميه. في البدايه نتعرف باسم ابن حضرتك. سيف. سيف بقى له قد ايه في الاكاديميه هنا؟ والله لسه مش يعني جداد هنا بدايه في بقالنا الاكاديميه. كان جينا الاكاديميه عن طريق ايه؟ المعارف، ناس رشحوها لنا كتير قوي واحنا جينا عن طريق سمعتها بصراحه كويسه. احنا لما بنسال عن الاكاديميه اكيد بنتابعها او بنتابع التمرينات. تابعتوا الاكاديميه قبل ما تيجوا؟ بصراحه شفت الريفيوهات على البيج بتاعتهم، وبعد كده شفت جروب بتاع 6 اكتوبر وقلت لهم يعني انا عايزه تكون اكاديميه كويسه، رشحوا لي الاكاديميه المصري وخلاص. اكيد جينا. شفت بصراحه قبل ما انزلهم يلعبوا وقعدت الاول اتابع كده عشان اشوف الدنيا، لان انا رحت كذا اكاديميه قبل كده، بس حسيت ان هنا في شغل كويس. وانا ابني عندي ولد تاني 4 سنين ونص، الشغل معاه حلو قوي، شغل بجد بقى. كيدز يعني فيه اهتمام بالكيدز برضه؟ جدا جدا جدا، ما شفتوش بصراحه في اي اكاديمي تانية. ما شاء الله. عايز تعرف عن النجم بقى اسمك ايه؟ سيف الدين مصطفى. مواليد كام يا سيف؟ 2012. عايز اعرف مركزك ايه في الملعب هنا مع الكباتن؟ بحب العب جناح شمال. يعني اكيد ليك مثل اعلى من اللعيبه الكبار ان شاء الله، مثلك الاعلى مين؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو. ان شاء الله بعد الاكاديميه اكيد طموحنا كلنا نلعب في انديه بامر الله. تلعب في نادي ان شاء الله؟ الاهلي ان شاء الله. الاهلي. كان عارف ثلاثي اضلاع المثلث، اولياء الامور، اللاعبين، المدربين بتتعب جدا مع الاولاد واخي، وعارف ان حضرتك معاكي كيدز مع سيف. تقولي ايه للمدربين على تعبهم مع الاولاد هنا كلها؟ بشكرهم جدا 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 ويستمروا، لان دوت هيرفع طبعا اكتر من اسمهم ومن قيمتهم. وبصراحه انا شايفه شغل كويس جدا جدا بطريقه مش طبيعيه بصراحه. تمنيات لحضرتك ولسيف ولاخوه بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. وده كان لقاءنا بواحده من اولياء الامور باكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه السادس من اكتوبر، وتغطيه اعلاميه لاكاديميه المصري اكاديمي.